السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم عبد الرحمن خالد من أصحاب الرد السريع. بإذن الله النهاردة الشرح عن إنك إزاي تضيف أصدقاء بتكة واحدة زي ما عودتكم. أنا كل حاجة بإذن الله هنستخدمها بالماوس بس، من غير ما تكتب أي باسورد. مفيش أي خطر على الحساب الأكاونت بتاعك، مفيش أي خطر نهائي. طريقة مجربة وفعالة 100%. وإن شاء الله الشرح يكون بسيط بإذن الله. ده رابط الموقع اللي هندخل عليه النهاردة. هو موقع سهل جدا وما فيش اي تعقيد ولا حاجه. طبعا احنا فتحنا الموقع عادي، ندخل على فيسبوك اديتور. هيجي لنا تسجيل الدخول بواسطه الاكونت بتاعك على الفيسبوك. طبعا هنعمل تسجيل الدخول. هو بيدخل على تطبيق، مش بيدخل انك مفيش اي هاكر، مفيش اي حاجه من الكلام ده. طبعا السماح او تخطي. هندخل على الفيسبوك فريندز اديتور. هو الموقع بيحمل، هيجي لنا هنا لودنينج. هننتظر بالظبط ثانيتين هيحمل بالظبط. هندوس برضو على فيسبوك فريند اديتور باذن الله. هيقول لي جيت توكن. طبعا لازم نجيب العنوان. هندوس جيت توكن باذن الله. هناخد الرابط ده كوبي. لو جالنا تسجيل الدخول برضو هندوس تسجيل الدخول عادي، مفيش اي مشكله. هناخد تسجيل، هنعمل كوبي للرابط ونقفل عادي. وهنيجي هنا في المستطيل الصغير ده هندوس لاسك. هندوس اوكي جو. هيعمل لودنينج هنا لوحده، نسيبه براحته خالص. يعني بالظبط سيبه يعني ربع ساعة او نص ساعة براحتك، يعني عادي. ما هو ما بيعملش حاجة، هو بيبعت طلبات صداقة اوتوماتيك بس، يعني من غير حاجة. هنيجي هنا للاكونت، في 13 واحد وافق على طلب الصداقة. وافق منذ دقيقة، وافق منذ بضع ثواني. هننتظر برضو، هيجي لنا برضو ان في ناس كتير وافقت او وافق على طلب الصداقة. ما طبعا ما فيش حظر بيجي، ما فيش اي حاجة من دي، لان الموقع بيضيف الناس اللي هي اونلاين على طول، يعني ما بيضيفش حد هو قافل، عشان ما طبعا ما يجيلكش حظر. والناس دي مضمون 100% انها طبعا بتقبل الاضافه، لان الموقع نفسه بيستخدمه 8 مليون واحد بيستخدم الموقع ده. واحد تاني وافق. واتمنى اكون افدتكم النهارده، وان شاء الله انتظروا كل جديد من اختراق قواعد الفيسبوك وليس اختراق الفيسبوك. وننتظر باذن الله شرح كيفيه اختراق الاكونت، سرقه الباسورد عن طريق مواقع مزورة، بس مواقع ممتازة من درجة عالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم عبد الرحمن خالد من فريق أصحاب الرد السريع. طبعا متنسوش طبعا تقيموا الفيديو، وأتمنى يكون الشرح أفادكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.